بأوردر انفراج إن شاء الله. استعدادات الكويت. ستكون الجماهير الكويتية قاطبة على موعد جديد من الحماس والقوة والإثارة حينما يستضيف المنتخب الكويتي على أرض ووسط جماهيره منتخب كوريا الجنوبية لفض الشراكة على كرسي صدارة فرق المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018 وكأس آسيا في الإمارات 2019. الرسالة اللي نوصلها أن الجمهور اللاعب رقم 12 وتواجدهم ضروري، دعم جدا مؤثر وقوي للاعبين ومحفز لهم ودافع. يعني أغلب اللاعبين فرصة مباريات على أرضهم تكون دافع لهم، ويعني النقاط إن شاء الله تكون في الجيب. فإحنا نوجه رسالة للجمهور إنه ما يقصر معاهم ويحضر إن شاء الله. ويتساوى المنتخبان برصيد 9 نقاط لكل منهما بعد الفوز في المباريات الثلاث السابقة على حساب لبنان وميانمار ولاوس، وبالتالي تعد عنق الزجاجة للمنتخبين، حيث إن من يحصد العلامة الكاملة من هذه المباراة سيقترب من حجز المركز الأول والتأهل دون الدخول في صراع مع بقية المنتخبات صاحبة المركز الثاني. استعداد المنتخب الكويتي لهذه المباراة، مباراة التصفيات بشكل عام، بدأ من شهر 8. يعني أعتقد أنه كان في معسكرات جدا قوية للاعبين المنتخب الكويت، وكان في استعداد ذهني وبدني كبير. كل مباريات الخوض الأزرق هي مباراة صعبة بحد ذاتها، ما في فريق يميز عن فريق آخر، بحيث أن الاستعداد لكل التصفيات هي استعدادات واحدة نضع بالاعتبار سواء منتخب ميانمار أو لاوس أو المنتخب اللبناني والمنتخب الكوري. وفرض التونسي نبيل معلول مدرب المنتخب الكويتي طوقا من السرية على تدريبات الأزرق في المعسكر الخارجي الذي قامه في دولة قطر وفي بقية الحصص التدريبية في الكويت من أجل الوصول للتوليفة المناسبة لأهم مباريات المجموعة. جهزنا كل شيء، توفيق عند المولى سبحانه وتعالى، لكن الشيء اللي نوعد به الجماهير الكويتية أنهم اللاعبين ما بيش يدخروا حتى جهد معنا في هذه المباراة، مش يحاولوا يلعبوا 100% ويفرحوا الجماهير الكويتية، لأنه مثل ما قلت معناها مباراة مصيرية بالنسبة للمنتخب الكويتي ومصيرية بالنسبة لكرة القدم الكويتية أيضا. تقابل المنتخبان الكويتي والشمشون الكوري 24 مرة، تفوق الأزرق الكويتي في 10 مباريات وتعادل في 4، وخسر في 10 مباريات. سجل لاعب المنتخب الكويتي 22 هدفا، بينما اهتزت شباك الكويت ب26 هدفا.